السلام عليكم حبايبي الحلوين. معانا النهاردة أحلى بقى صينية جلاش بالقشطة ما أقولكش. صينية جلاش بالقشطة جميلة تحفة تحفة تحفة، وبطريقة سهلة جدا هتعجبك. شايفة جمالها وشايفة حلاوتها، طالعة هشة وجميلة وفي منتهى الجمال. عايزة تعرفي الطريقة؟ يلا بينا على الفيديو. ما تنسينيش في ايه؟ في اللايك. ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل النهاردة طريقة حلوة جدا لعمل الجلاش، طريقة سريعة. هنعمل الجلاش بالمهلبية، كده هي اسمها القشطة الكدابة، اللي هي مهلبية من الاخر. هنعمل الاول معانا دي دفة جلاش. تعالوا بقى نعمل معانا القشطة الكدابة. انا حاطة هنا 2.5 كوباية لبن. هحط عليهم ولا واحد ملوش تاني 3 4 5 معالق نشا، وهنقلبهم حلو جدا. هحط عليهم شوية فانيليا، وهعلق عليهم على النار تستوي معايا وتتقل معايا المهلبية. حطينا كده المهلبية على نار هادية. هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بس هنعمل الايه؟ الصينية معانا شوية سمنة على زيت، اي نوع سمنة عندك. طبعا احنا بنقول حلويات يفضل انها تكون زبدة يا سمنة ايه بلدي. تمام. هدهن كده. هجيب عندي ورق الجلاش بالشكل ده واحطها كده اهو. احط التانية خلف خلاف كده، واحدة كده وواحدة كده. وهدهن. احط الورقة التانية، ارجعها مكانها وهدهن. احط الورقة التالتة خلف خلاف كده اهو بالشكل ده، وهدهن كده لحد ما نعمل نص الكمية بتاعت الورق اللي عندنا بالشكل ده، عشان نعرف نحط الايه المهلبية معانا في النص. هنشوف بقى المهلبية بتاعتنا اخبارها ايه. وكده معايا المهلبية اهيت. طبعا هفضل اقلب فيها بالشكل ده لحد ما تلم معايا. طبعا اول حاجة بتعمليها المهلبية دي وبتسيبيها تهدى، وبعد كده بقى ايه بتقومي عاملة الجلاش. كده عندي زي ما انتوا شايفين كده تقلت خالص اهي. شايفين القشطة اهي تقلت خالص كده. يلا هناخدها بقى ايه ونحطها عندنا ايه على الجلاش. القشطة اهي ننزلها كده. وكده بقى بعد ما حطينا القشطة بنحط بقى معانا ايه شوية جوز الهند كده على الوش، علشان نعرف نحط طبقات الجلاش فوقها. ونحط برضو شوية سوداني كده حلوين. حابة تحطي زبيب براحتك، يعني حابة تسيب القشطة كده حطيها لوحدها مفيش مشكلة خالص. بس عشان منها بتدي طعم، ومنها ان احنا لما بنحط طبقات الجلاش ما تلزقش في طبقة الجلاش، علشان احنا حاطين عازل وتعرفي ترصي الطبقات التانية. بنحط بقى طبقة طبقة زي ما انت شايفة، وبنحط السمنة بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية كلها بتاع الجلاش بتاعنا.
كده خلاص بقى بعد ما حطينا كل الطبقات زي ما انت شايفة كده، ودخلنا بقى الطبقات كلها، سكناها كده في قلب الصينية. هنبدأ نقطعها بس تقطيعة بسيطة جدا، مش هتوصل للقاع، يعني مش عايزاها توصل للأرضية معاكي عشان ما تلزقش منك في الصينية، يا دوبك بنقطعها من على الوش كده. تمام. انا كده مشغله الفرن على درجه حراره 200. هدخلها لحد ما تستوي، وان شاء الله لما تستوي هتبقى شكلها، نشوف شكلها عامله ازاي. يلا بينا. وكده يا حبايبي خلاص، شايفين بعد ما طلعت من الفرن معانا، شايفين نافشه وجميله وسواها حلو جدا جدا، وطبعا طعمها هيبقى احلى. كده معانا الفيديو خلص. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك، ولو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ ما اقولكش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.